يا صباح الفل او مساء الفل حسب التوقيت اللي بتشوفيني فيه. النهارده انا حابه اعمل معاكم رز بسمتي بالبهارات، يكون مفلفل كده والحبايه بحبايتها. هنا انا عندي معلقه زبده، هنزل عليها ببصلايه صغيره متقطعه ناعم او مفرومه يعني في الكبه. هنزل على البصلايه دي بمعلقه سكر صغيره او متوسطه مش كبيره قوي يعني عشان تتكرمل مع البصله، عشان يديني طعم الرز البسمتي اللي بناكله في المطاعم. هنا انا كنت عامله كوبايه ونص بس من الرز البسمتي. انتي طبعا تقدري لو هتعملي كميه اكتر هتزودي المقادير اللي انا حطاها كلها. هنا انا حطيت السكر عشان يتكرمل مع البصله. هنا البهارات بتاعتي بقى عود قرفه، كاري، كركم، نص مكعب مرقه، ده مرقه خضار، وعندي قرفه حبوب وكمان حبهان وقرفة مطحونة. هنزل بيهم كلهم على البصل علشان يتشوح كويس، برضو البهارات تتشوح كويس مع البصل. وبعدين هنزل بالرز بتاعي. انا بكون عدى القرفة او سوري، عيدان القرنفل او عيدان او الحبهان اللي هتحطيه، عشان وانتي بتقدميه تطلعي منه الحبهان او كده عشان ما يضايقش حد في الاكل. هنا نزلت الرز بقى وهسيبه يتشوح مع البصل والبهارات بتاعتي. كل كوباية رز بسمتي بحط عليها كوباية ونص شوربة او مية. مننساش الملح بقى بتاعنا. انا هنا حطيت، كان عندي شوربة فحطيت، استخدمت شوربة فراخ. طبعا انتي تقدري تستخدمي مية عادي، لو متوفر عندك شوربة طبعا بيكون احلى. انا كنت غالية الشوربة دي، يعني الشوربة تكون مغلية او المية تكون مغلية. وهغطي بقى على الرز بتاعي لما يغلي، هغطي عليه وهدي عليه النار خالص واسيبه. نسوي الرز بالطريقة العادية، اسيبه يشرب المية بتاعته. الرز البسمتي لما يستوى لازم نرفع عليه على طول الغطا علشان ما يعجنش معانا. وده كان شكله. لو عجبك الفيديو ياريت لايك وسبسكرايب للقناة.